عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد، طاقة جديدة وروتين جديد يفتح النفس. اهلا بكم في بيت يوكا، المكان اللي بنحول فيه العادي لحاجة مميزة. وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد من بيت يوكا. جهزوا قهوتكم كده او مشروبكم اللي بتحبوه وتعالوا نقضي وقت حلو سوا في ترتيب ويوم جديد، ويلا نبدأ الفيديو. هنا آه طبعا انتوا يعني اكيد بتقولوا هي ليه دايما الكراسي محطوط عليها هدوم كده. ده المنشر يا جماعة. ده المنشر. مفيش هنا في المكان بلكونة ومنشر والكلام ده. حتى مفيش بلكونة احط فيها منشر، يعني انا لو اشتري انا منشر واحطه في بلكونة مفيش. طبعا انتوا عارفين، او اللي ممكن يكون بيشوف الفيديو لاول مره او مشافش الفيديو اللي قبل كده. المكان ده انا قاعده فيه بس شهرين 3 مش اكتر. ده انا مغتربه وقاعده هنا بس شهرين 3، وهرجع تاني مصر عادي. فمكان قاعده فيه شهرين 3 مش هينفع اجهزه او اشتري حاجه فيه. فانا بحط الهدوم كده بعد ما بتتغسل، هي بتبقى طالعه اصلا من الغساله ناشفه. فبحط الهدوم كده. طبعا مضطرة يعني امشي نفسي الشهرين 3 اللي انا قاعدة فيهم. فبطلع الهدوم من الغسالة، بفردها كده على الكراسي، وبشغل التكييف او بفتح الشباك اللي تحت اللي فوق الكراسي. يعني مثلا لو انا عاملاهم كده في اول اليوم، على اخر اليوم بيكونوا نشفوا وبقوا حلوين يعني، فبيمشي الحال يعني. فهتلاقوني هنا كنت بلم الهدوم وبطبقها وبدخلها جوه في الدولاب. طبعا الدنيا مكركبة. والله كنت صاحية مش جاي لي مزاج اعمل اي حاجة خالص، مكنتش عايزة اعمل اي حاجة. ساعات كده بتبقوا حاسين ان انتوا يعني صاحيين من النوم او بادئين اليوم كده مفيش طاقة خالص. طبعا التخبيط اللي جنب ده البيبي بتلعب عمالة بتخبط في الحاجات، فمتاخدوش بالكم يعني، ما تحطوش في بالكم يعني. آه المهم، فكنت صاحية ما عنديش طاقة خالص اعمل اي حاجة. بس طبعا يعني هسيب الدنيا كده مكركبة، الأرض مش نظيفة، الهدوم اللي أنا كنت نشراها على الكراسي يعني ما ينفعش. يعني أصلا صحيت شفت المنظر نفسيتي بقت مش حلوة. فلازم الترتيب حتى لو نفسيتنا مش حلوة أو النفسية مش كويسين، الترتيب بيحسن النفسية شوية. يعني الرغاوي كده والصابون والتنظيف والحاجات دي، تحس ان انتوا بتتغسلوا من جوه كده مع الحاجة اللي بتغسلوها. مين بيحس زي كده يا جماعة؟ مين بيبقى عنده الاحساس ده؟ يعني انا واحدة من الناس بتعافى بكده، انا بتعافى بالتنظيف والترتيب والترويق والحاجات دي. اولا بخرج طاقة، اي طاقة سلبية بحس ان هي بتخرج. وفي الاخر كده لما بتقعدي بقى كده وبتبصي للمكان كده حواليك تلاقيه مترتب ونضيف، مودك بيتغير ونفسيتك بتتغير تماما. فصحيت كده قلت انفض كده الكراسي تنفيضة كده، والارض اظبطها واحاول كده وافتح كده الشباك يدخل آه، كده يغير النفس ويغير الهواء اللي في المكان. هو المكان اصلا ضيق يعني لازم يتهوى، لازم افتح الشباك. الجو بقى برد، الجو مش برد، لازم الشباك يتفتح يدخل. هو فيش، هي الصالة دي كده، المربع الصالة ده كده مفيش فيه غير شباك واحد بس. فلازم تهوي المكان، لازم افتح المكان يتهوى. وهو مفيش في المربع بتاع الصالة ده كده غير هو الشباك ده وبس. وهو يعني هو المكان عبارة عن أوضة نوم والصالة دي والجزء الصغنن بتاع المطبخ اللي أنا بصور لكم فيه ده، بس اللي هي الرخامة دي، بس هو ده المطبخ وبس. فلازم المكان يتهوى. على فكرة يعني في ناس ممكن تقولي طب ما كنتي خدتي سكن أكبر أو أحسن من كده، أو في إمكانيات أكتر من كده. والله يا جماعة احنا دورنا كتير جدا
والسكنات يعني او الاماكن غالية جدا، يعني حتى ده بامكانياته دي بمساحته دي غالي جدا، غالي جدا. فحاجة يعني بامكانيات اكتر من كده، او يعني بحاجة اكتر من كده، فمكان يعني كمان يعني غير ده او بامكانيات اعلى هيبقى اغلى من ده كمان، كان هيبقى اغلى من ده كمان. فانا قاعده شهرين ثلاثه، فخلاص انا امشي نفسي بدل ما ادفع مبالغ في مكان انا قاعده فيه فتره مؤقته، يعني فاهميني؟ ده المقصد يعني. هنا كده قلت اشيل كده الشلت بتاعه الكراسي، انفضها كده تنفيضه. هنا انا كنت خدت الهدوم ودخلتها جوه في الاوضه بس، وجيت كده نفضت تنفيضه كده نفضت الكراسي كده. كل ده أنا لسه ما فتحتش الشباك، كل ده انا ناسيه افتح الشباك. طبعا البيبي راحه جايه، كل ما احط حاجه في مكان تشيله، كل ما اعمل حاجه تبوظها تاني. ف ربنا يعيننا يا رب على تربيه اولادنا، ويعين ويخليهم، ويعين كل حد على تربيه اولاده. آه، في اليوم ده احنا جبنا اكل جاهز، ما عملتش اكل في اليوم ده لاني كنت صاحيه زي ما قلت لكم. انا رتبت كده المكان وظبطت الدنيا، وظبطت كمان الاوضه، بس ما صورتش الاوضه. آه، ما كنتش بصراحه عندي طاقه اعمل اكل ولا اعمل اي حاجه، فخلصت كل ده وجبنا اكل من بره، مع ان انا والله ما بحبش الاكل من بره تماما. بس بيبقى في ايام كده مش قادرين تعملوا مش جايلكوا نفس تعملوا اي حاجه، فبس لازم غصب عنكم بتضطروا تنضفوا تعملوا، ما ينفعش، خصوصا لو في طفل لازم المكان يبقى نظيف علشان الطفل. بس فهنا الموكيتة اللي على الارض دي، او الحاجه اللي مفروشه على الارض دي، هي دي متثبته يا جماعه، يعني دي حاجه انا ما بعرفش اشيلها اكنس تحتها واحطها تاني، لا هي متثبته كده في الارض. ومعمول حواليها كده زي وزرة خشب كده، فهي متثبتة في الأرض. ما يعني مش بعرف أشيلها وأكنس تحتها مثلا وأحطها تاني، لا هي متثبتة كده. وكمان يعني خشنة كده، فالحاجات بتبقى لازقة فيها، مش ببقى عارفة إن أنا أكنسها كويس أو يعني كده، فبعاني حتى في كنسها. فبضطر أشيل الترابيزتين دول وبعدين أكنس وارجع احطهم تاني. كمان المقشة يعني اللي انا لقيتها موجودة في السكن، مقشة قصيرة جدا، يعني قصيرة جدا، اللي هو لازم ابقى يعني موطية جامد وانا بكنس. المقشة مش طويلة كده زي المقشات بتوعنا، هي المقشة ليها جاروف برضو بإيد طويلة، بس نفس طولها، يعني بإيد نفس طولها، نفس طول المقشة. مش ببقى عارفة أكنس بيها غير وأنا موطية جامد، بترهقني برضو في الكنس. بس يعني اتفقنا ان احنا هنمشي حالنا في المدة اللي احنا قاعدين هنتصرف، الجيش قالك اتصرف، فهنتصرف، هنمشي حالنا. احنا يعني الستات المصريات ما بيغلبوش، يعني ما بنغلبش، بنمشي حالنا في ما في. ممكن نطبخ أكلة تحتاج كام حلة في حلة واحدة، بنعرف نمشيها وبنعرف نصرف أمورنا يعني. اهو هنا زي ما انتم يعني شايفين حجم المقشة يا جماعة، بالله شايفين حجم المقشة. ولازم بقى يعني افضل المكان حتة بس صغيرة كده، افضل اعمل فيها كذا، يعني اكنس فيها كذا مرة على ما الحاجة اللي فيها تطلع. يعني كمان الموكيتة دي او السجادة دي خشنة جدا، في الحاجة بتمسك فيها تحسوا ان الوبرة بتاعتها كده الحاجات بتشبك فيها يعني. ف انا مش عارفه اصلا الحاجات اللي على الارض دي بتيجي منين، بجد والله انا مش عارفه، الحاجات دي بتيجي منين. انا ممكن اكنس الارض 3 4 مرات في اليوم ومش عارفه الحاجات دي بتيجي منين، يعني بجد بلاقي فجأة الارض بالمنظر ده كده.
فمش عارفة ايه مش عارفة ايه ده والله، كل ده بيجي منين وكذا مرة بقى، يعني بكنسها كذا مرة في اليوم. جماعة الفيديوهات اللي فاتت، انا يعني في ناس كتير قوي اتفرجت على الفيديو، بس محدش بيعمل لايك. ليه محدش بيعمل لايك للفيديو يا جماعة؟ انتوا مش تخسروا حاجة، مش هيكلفكوا حاجة. ف, آه ف يعني ده بيساعد ان الفيديو يوصل لناس اكتر وان القناة تكبر، فساعدوني على ده. آه ساعدوني على ان انا يعني تبقى تجربة جديدة ناجحة، تجربة القناة دي. آه تكونوا مشكورين يعني. خلصنا بقى الصالة والكركبة اللي في الصالة وظبطنا الدنيا ودخلنا على المواعين. طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده ان دي كل المواعين اللي موجودة عندي، ومش هجيب غيرهم، برضو همشي نفسي بدول. ولو عرفت اخد دول معايا وانا راجعة مصر، لان كل ده انا شارياه يا جماعة لما جيت. كل ده انا شارياه لما جيت، الاطباق البلاستيكات دي، كل ده الخلاط، كل ده انا شارياه لما جيت. فطبعا انتي قاعدة شهر شهرين، جاي ناس بعدك، انتي اكيد مش كل بقى سكن هتروحيها هتشتري فيه حاجات وتسيبيها وتمشي يعني. على فكرة يا جماعة، الحنفية دي مش حنفية فلتر، دي الحنفية الأساسية بتاعة الحوض. هي دي الحنفية الأساسية، واللي تحتها الصغنون ده الحوض، ده كل الحوض، وهي دي الحنفية. دي مش حنفية فلتر، دي الحنفية الأساسية اللي هي مفيش غيرها يعني. فبرضو بنمشي حالنا، برضو ايه بنمشي حالنا آه لحد ما نرجع ان شاء الله البيت في مصر. هيعجبكم قوي، هيعجبكم قوي الروتينات هناك، هيعجبكم قوي، وهيعجبكم الروتينات هناك، وهيعجبكم كل حاجة في هناك، في مطبخي، في كل حاجة هناك. هتعجبكم جدا، وهتشوفوا فيها روتينات حلوة جدا، بزوايا تصوير مختلفة وبإضاءة مختلفة وبكل حاجة مختلفة. فإحنا هنا بنمشي بس نفسنا كده الفترة اللي احنا قاعدينها وخلاص. على فكرة، شايفين يا جماعة المج الصغنون بتاع القهوة الصغنون ده اللي في الطبق اللي في الطبق ده مج القهوة ده أنا جايباه معايا من مصر وأنا جاي من النيش بتاعي، من الحاجات من الطقم الصيني بتاع نيش الصالة، اللي هو المتحف بتاع الست المصرية اللي بنبقى عاملينه في البيت ده. جايبة المج ده منه وانا جاي. طبعا انا مدمنة قهوة، ف... فكان اهم عندي من هدومي وهدوم بنتي ومن كل حاجة، كان عندي المج ده، وجايبة واحد كمان تاني بس مش صيني. جايباه مع ازاز كده شفاف. ف... فكنت ده جايباه معايا من مصر وانا جايه. اهو شايفين الحوض يا جماعه حجمه قد ايه؟ شايفين حجم الحوض قد ايه؟ هو ده الحوض بتاع المطبخ، ودي الحنفيه بتاعه المطبخ. الحوض ده يعني لما باجي اغسل حله او اشطف الحله او حاجه، يعني بيبهدلني وبيبهدل الارض، واصلا الرخامه ملهاش حافه، بتوقع على الارض وحاجه يعني اخر حلاوه. فبرضه هنتحمل وهنمشي الدنيا وعادي، عادي جدا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ والله في ناس ما عندهاش حوض خالص اصلا، فالحمد لله على كل حال وعلى كل مكان وعلى كل زمان وعلى كل حاجة. آه ف ده الخلاط اهو اللي انا شارياه، اللي انا اشتريته لما جيت. طبعا بتجيبي الاساسيات، الحاجات اللي هي لا غنى عنها، اللي هو انتي قاعدة المدة دي مضطرة هتجيبيها، مفيش حاجة بقى اسمها في دي تمشي حالك، دي حاجة أساسية مضطرة تجيبيها، لازم بتجيبيها. بس فشايفين أنا بقعد أحط الحاجة في الحوض، وشايفين الحوض يا جماعة بيتملى مية ازاي، من أقل حاجة شايفين اتملى اهو. ده مفيش حاجة سداه، بس هو تصريف المية بتاعه ضعيف قوي. في مشكلة أصلا في الجزء بتاع السباكة في المنطقة دي يعني حتى لو الرخامة من فوق معلهاش مية، الحوض من تحت بيسرب برضه. الرخامة دي تحتيها الغسالة، وتحتيها سلة القمامة أعزكم الله.
وبس. هي مقسومة تحتها، المكان تحتها مقسوم 2، يعني جزء فيه الغسالة وجزء فيه السلة وحاطة فيه المقشة بالجاروف كده. بس يعني انا بعد ما جبت كمان يا جماعة، شايفين الصواني اللي انا شايفين الصواني الصينية اللي انا بغسلها دي؟ الصواني دي كانوا طقم كده جبته برضو لما جيت هنا. في هم 4 صواني، احجام يعني. الصواني دي يا جماعة انا اكتشفت فيها كارثة والله. بعد ما بغسلها كانت عجباني قوي لما جبتها، وقلت برضو هتمشي الغرض لو بتعملي صينية حاجة في الفرن او حاجة. بعد ما بيتغسلوا وبغسلهم وبشطفهم بمية، فوانا بنشفها كده بمنديل، لقيت المنديل يا جماعة، عارفين انتوا الطبقة اللي هي اللون بتاع الألمونيا ده، او الطبقة اللي هي لقيت لون زي لون الرصاصي، لون رصاصي كده، او ان هي بتطلع مادة كده، او بتطلع آم، يعني حاجة اللي هي مش صحية خالص، طلعت مادتها رديئة جدا وبتطلع حاجات في الأكل. ما اكتشفتهاش غير لما جيت امسحها بنشفها بمنديل، فلقيت المنديل عليه لون رصاصي كده. ف يعني بقيت خايفة اعمل فيهم وبقوا يعني كنت مبسوطة بيهم قوي، بقول يعني خفاف كده ويقضوا الغرض. بس يعني طلعوا بجد بيطلعوا مادة كده انا مش عارفة دي ايه، بس زعلت قوي والله لما لقيتها. فقلت يا ريتني جبت حاجة تكون اغلى بس تكون صحية، لان دول كده يعني كنت جايباهم مش غاليين بس هيترموا. يعني هرميهم، يعني اكيد مش بعد المادة اللي طلعت منهم دي او اللي بتطلع منهم دي، اكيد انا مش هعرف استخدمهم تاني في الاكل. آه ف الواحد مش ناقص، يعني الواحد مش ناقص بجد والله. فايه مش عارفة اعمل ايه فيهم بصراحة، فهم كده هيترموا، او هضطر اعمل فيهم المدة اللي انا قاعداها هنا وبعد كده اتخلص منهم. فمش عارفة، او ممكن اجيب غيرهم، او ممكن استخدم بقى حاجة غيرهم. كنت جايبة سيرفيس تاني كده، هحاول استخدمه، ما استخدمتوش لسه من يوم ما جبته. فهبقى اوريهولكوا، هتشوفوه في التصوير، يعني في الفترة اللي جاية. فالحوض هنا كده لازم اسلكه اول باول كده من اي حاجة بتقع فيه، لان هو اصلا لوحده من غير ما يكون في حاجة سداه بيعبي مية. احلى حاجة بقى، يعني احلى حاجة جات، ال ال البولة الستانلس دي يا جماعة. دول حلوين جدا وعمليين جدا، وبجد بجد تحفة قوي، تحفة قوي قوي قوي. البلاستيك هنا كانت اتكسرت، بس مش هرميها برضو والله، ما انا رميها. انا هما الثلاث بلاستيكات دول كانوا جايين كده طقم كده على بعضهم، كانوا عرض الثلاثة كده مع بعض. بس دي كانت اتكسرت. فقلت عادي لو هسيبها اغسل فيها حاجة وخلاص يعني، او اعمل فيها، احاول اعمل فيها اي حاجة، او لو اتكسرت اكتر من كده هرميها يعني. بس برضو عمليين جدا وحلوين جدا. هما الخامة بتاعتهم اصلا ضعيفة، يعني هي خامتهم رقيقة قوي او ضعيفة قوي، مش البلاستيك القوي، ولكن عمليين وبيقضوا الغرض برضو. طالما احنا عايزين حاجة تمشينا مدة معينة، بس مش جايبين حاجة هتستمر معانا او هتطول معانا، او اللي هي الاستخدام على يعني على مدى بعيد يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني ولما جبتها. فالبلاستيكات دول تحفة، حلوين قوي وخفاف كده، ويعني تغسلي فيهم حاجة، تعملي فيهم حاجة، حلوين قوي. والطبق ده يعني شايفين والطبق ده برضو اشترينا الطبق ده، واشترينا الطبق اللي هو الصيني اللي محطوط في قلب الكوباية ده، و... والحلة اللي هناك دي برضو، كل ده احنا اشترينا برضو المج ده، وفي مج تاني شبهه، يعني اللي هما كانوا 2 كده توينز مع بعض. بس آه
في مصر طبعًا في بقى غرف كذا غرفة، وفي الreception والصالة والمطبخ والحمام وهتلاقوا هناك يعني الروتينات والمحتوى والحاجات أحسن كتير من هنا، حتى زوايا التصوير والإضاءة وكل حاجة هتبقى مختلفة عن هنا كتير يعني. ف وكل سنة وأنتم طيبين يا جماعة، بمناسبة حلول شهر رمضان إن شاء الله ربنا يا رب يدخله علينا كده بالصحة وبالعافية ويعني يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. و... واستنوا بقى طبخات بقى حلوة وجو رمضاني كده لذيذ هنعمله. هتحبوا قوي الأجواء اللي جاية يعني. اعملوا بقى اشتراك في القناة ولايك علشان تشوفوا اللي جاي هيعجبكم ان شاء الله. هعمل لكم فلوج حلو قوي قريب. لما اخرج ان شاء الله، انا لسه لحد دلوقتي ما خرجتش من يوم ما جيت. ما خرجتش، ما رحتش في اي حته، فانتظروا بقى فيديو المشتريات بقى بتاعت رمضان، بتاعت التلاجة بقى والمطبخ وكده. فانتظروا الفيديو الفلوج ده بتاع مشتريات رمضان بقى وكل الحاجات، اصور لكم وانا في الماركت، واصور لكم الحاجات اللي جبتها واللي هي اللي لسه هجيبها يعني، وهصور لكم كل حاجه. وعايزين نعمل كده جو رمضاني حلو كده. الطبق ده وفي طبق كمان شكله بالظبط، كانوا برضو طبقين كده عرض مع بعضهم. برضو من الحاجات اللي انا حبيتها قوي، وان شاء الله اخدها معايا وانا راجعه، لان طبعا احنا هنوديهم فين يعني، وكمان لما تكون حاجه حلوه فلا ناخدها ما نسيبهاش يعني. اهو ده المج التاني، ده المج التاني بقى اللي شكله. هو سبحان الله كل حاجة كانت جاية كده ايه، 3 حاجات شكل بعضهم عرض مع بعض، حاجتين مع بعض عرض مع بعضهم كده يعني. هو هنا يا جماعة يعني المكان هنا مش زي يعني انا في مصر مثلا، لو كنت في مصر كنت هنزل واصور لكم وانا في السوق، واصور لكم وانا بشتري الحاجات من السوق بقى ومن البقالة ومن كل حاجة، واصور لكم يعني. انا في مصر كنت بروح بلد جنبنا علشان اجيب الطلبات بتاعة البيت. ان احنا في مصر في قرية، القرية مش متاح فيها كل حاجة يوميا، هو يوم بس في الاسبوع اللي فيه سوق او فيه حاجات بتاعة السوق. فبروح بقى قرية جنبنا، مش قرية، بروح بقى جنبنا المدينة، بروح بنزل بجيب كل بقى الطلبات بتاعة البيت بالشهر. بقى هنا انا مش عارفة اجيب الحاجة بالشهر، يعني مش عارفة اجيب الحاجة اللي هي بتاعة التلاجة مثلا بالشهر، او مش عارفة اجيب حاجة المطبخ او خزين المطبخ بالشهر، لا. لان هنا التلاجة صغيرة جدا يعني، تلاجة مكتب. اكيد برضو انا عد الموال تاني، اكيد بقى انا قاعده شهر شهرين، قاعده شهرين 3، اكيد مش هروح بقى اشتري تلاجة لمكان انا قاعده فيه شهرين 3. فالتلاجة اللي متاحة في المكان او موجودة في المكان اللي هي تلاجة المكتب يا جماعة، تلاجة مكتب، تلاجة صغيرة كده يعني، الفريزر بتاعها يدوب ياخد فرختين كده خلاص بيبقى اتملى بقى خلاص. ففي مصر طبعا عندي الفريزر والتلاجة، وعندي التلاجة بفريزرها والفريزر لوحده. ففي مصر كنت بجيب الحاجة بالشهر، يعني بروح هو مرة واحدة في الشهر، خصوصا ان انا معايا بيبي ما بعرفش اخرج ولا اروح ولا اجي ولا اشتري حاجة دايما، فبجيب حاجتي بالشهر علشان ما اضطرش اخرج تاني. فبروح بقى بنزل المدينة جنبنا، باجيب بقى الفراخ بتاعة الشهر، الخضار بتاع الشهر، الفاكهة بتاعة الفاكهة والخضار باجيبهم من القرية يعني أسبوع، يوم في الأسبوع كده بالأسبوع يعني. إنما الحاجات اللي هي اللحوم والحاجات التانية بالشهر. هنا مش عارفة أعمل كده لأن التلاجة مش مساعداني والفريزر مش مساعدني، المكان مش مساعدني يعني. فهنبقى بنجيب الحاجة هنا بالأسبوع.
تمام. جبنا كمان الكوبايات اللي هي الكوبايات الشفافة دي، جبنا برضه طقم كده منها، طقم 3 كوبايات، فقُلنا كفاية برضه على قدنا إحنا فردين والبيبي، فقُلنا خلاص يعني دول حلوين أوي. أنا رصّاهم ورا أهو على البلانشة، والّا اسمها إيه، النشابة، لأ البلانشة اللي هي رصّة عليها الكوبايات، ورصّة عليها برطمان الشاي والسكر والقهوة وخلاص. آآ والله يا جماعة، هي المشكلة مش في الإمكانيات ومش في المكان ومش كل ده والله ما لوش دعوة بالنفسية وما لوش دعوة، يعني المكان، أو مثلًا يعني لو مكان مجهّز ومكان فيه إمكانيات ومكان يعني perfect في كل حاجة، ممكن برضه فيه ما تبقاش نفسيتكم أحسن حاجة وما تبقوش مرتاحين، وممكن يبقى في مكان بسيط وإمكانياته بسيطة وهادي، وتكونوا فيه مرتاحين جدًا. ال الأماك ال ال الم المكان اللي بيبقى فيه أشخاص تعباك نفسيًا، ضاغطاك نفسيًا، والله لو هو قصر مش هتتحملوه، الواحد مش هيتحمله، مش هيبقى عايزه. ولو مكان بسيط وفيه ناس بتحبها وبيحبوك ومريحهم ومريحينك وحاسس كده انك عايش في هدوء، ده بالدنيا كلها لو انت عايش في أوضة. فمش بالأماكن ومش بالإمكانيات، والمهم الراحة النفسية. والله يا جماعة الواحد بيدور بس على هدوء البال والراحة النفسية، وبس. وربنا يا رب يروق بالنا جميعا، وربنا يروق بالنا جميعا يا رب. هنا الحلة دي كنت عاملة فيها كوسة، كان عندي كوسة وكانت في التلاجة ونسيها بقى، يعني جبتها ونسيتها، ف... فكنت جايبة الكوسة ونسيها في التلاجة، ف... فقلت ألحق أعملها قبل ما تبوظ. فلازم يا جماعة نشيك كده على التلاجة أول بأول، نجيبها كده من فوق لتحت، نشوف احنا كنا ناسيين ايه، كان طبق مش عارفة باقي فيه ايه متغطي ومحطوط في التلاجة، كان مش عارفة جايبين فاكهة جايبين خضار جايبين حاجة ومنسي كده في الرف جوه ولا حاجة. فلازم نشيك على التلاجة أول بأول علشان الحاجة اللي احنا جايبينها ايه نستهلكها أول بأول، فالحاجة ما تبوظش يعني. فكنت عملت كده شوية كوسة في الحلة دي. الحلة دي بقى فيها مشكلة، الغطا بتاع الحلة دي، يعني أنا جربت مثلا كنت بعمل رز في الحلة دي، الرز أنا عمالة يا جماعة آه، فبعمل في الحلة دي الرز، الغطا بتاع الحلة فيه 3 خرام كده، وخرام واسعة، ف فبيطلع كل البخار، بيطلع بخار بكمية كبيرة. فعمالة كل شوية اشوف الرز مش بيستوي، كل شوية اشوف الرز مش بيستوي، فانا عمالة اقول هو في ايه يعني، واحط ازود ارجع ازود مية والرز مش راضي يستوي، ومش عارفة اعمل ايه. ففي الاخر اكتشفت ان الحلة يعني بتخرج البخار لما بتكون الحلة مضغوطة او مكتوم فيها البخار، الاكل بيستوي بسرعة وبيبقى حلو، بيبقى تسويته حلوة جدا. فدي مش راضية الاكل يستوي فيها. فاكتشفت ان بسبب الاخرام دي اللي بتطلع كميات بخار كبيرة، فالاكل بيطول بياخد وقت وما بيستويش. فبقيت احط لها غطا تاني غير الغطا بتاعها، يعني بقيت احط لها حاجة تانية غير غطاها، ما بقيتش احط غطاها ده غير لما خلاص الحاجة تستوي واطفي عليها النار، بروح مغطيها بالغطا بقى بتاعها عادي، بتاع الحلة نفسها عادي. ففي تفاصيل كده احنا ممكن نبقى شاريين حاجة حلوة جدا ويبقى فيها عيب صغير خالص يبوظ لنا الحاجة الحلوة اللي احنا جايبينها دي. يعني انا الحلة دي حلوة جدا، يعني حجمها حلو وعجباني قوي، بس فيها العيب ده، الغطا بتاعها بصراحة الاكل يعني يفقع على ما الحاجة تتعمل. هنا كنت خلصت
أنا كنت خلّصت المطبخ، رصيت بقى الحاجة على الرخامة وكده. طبعًا أنا حاطة هنا بتاعة الخلاط دي هنا كده، موتور الخلاط ده حاطاه هنا لإنه ما لوش مكان تاني، فباسيبه زي ما هو كده على الرخامة جنب الكاتل وجنب الكوبايات وخلاص، يعني هاوديه فين؟ فسايباه كده. آمم، هو والله هنا كان الرخامة بقى يا جماعة دي، فالرخامة دي يا جماعة لو خدتوا بالكم الرخامة ما لهاش حافة، وشايفين باين جزء من الغسالة، يعني باين جزء أهو من الغسالة اللي تحت الرخامة. الغسالة بقى علشان الرخامة ما لهاش حافة، ف المَيّة كلّها، أي مَيّة على الرخامة، أي مَيّة من الحوض، أي مَيّة بتنزل على الغسالة دي. هي الغسالة دي مش بتاعتنا، إحنا جايين لاقيينها كده في السكن. آمم ولكن فلمّا باجي أحُط إيدي على الغسالة أو حاجة ألاقي الغسالة فيها زي مَس كده، وكل المَيّة بتنزل عليها. فأنا مش عارفة يعني أصحاب السكن ده أو المكان ده هُم سايبينها كده ليه. يعني بس مضطرين نتعايش يا جماعة المدة اللي إحنا قاعدينها، يعني حفظنا خلاص. آمم هنا كنت مسحت الرخامة ونضّفت الرخامة وخلاص خلّصت المواعين. آآ أنا أكيد هنا في اللقطة دي رُحت أشوف البيبي، يعني أكيد كنت على فكرة أنا باخد المواعين يا جماعة، يعني اللي باغسله باخده أروح أحطه في المكان اللي هو الرف اللي أنا قُلت لكم آخر رف في التربو ده اللي أنا سايباه فاضي ألِم فيه المواعين. بس. المهم وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب يكون الروتين الخفيف اللذيذ ده استمتعتوا بيه معايا وأكون خفيفة على قلبكم، ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي جاية حلوة جدا. وتصبحوا على خير.